عاملين ايه حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. داخل علينا عيد الأضحى، يعود علينا وعليكم يا رب الأيام بخير. أنا جيت عرفت فكرة يعني، أو عرفت مكان، فقلت طبعا يهم أولياء أمور كتير جدا بسبب الكتب الخارجية. لا، اللي عنده كتب خارجية ما يفرطش فيها أو يبيعها لبتاع الربابيكيا أو يرميها. لا، حافظوا عليها. دلوقتي انتشرت المكتبات كتير جدا. انا ما كنتش اعرف الموضوع ده فعلا، لكن لما بقيت انزل السوق وكده شفت فعلا اكتر من فرع من مكاتب بتاخد الكتب القديمة. انا بنتي كانت في رابعة ابتدائي والكتب كانت غالية جدا. يعني بصوا اسعار الكتب، انا المعاصر ده كان 97 جنيه، يعني كان يعتبر ب100 جنيه. ودوت كانت الرياضة، انا مش لسه بقيت الكتب يعني ما طلعتهاش، ده ب89، يعني كان ب90 جنيه، وكانت لسه رابعة ابتدائي بس. ده كان السنة اللي فاتت. وادي الدراسات الاجتماعية كانت ب67. وأكيد مننا كتير عارفين لو عندهم أطفال في سنة رابعة. وعلى فكرة أغلى كتب سنة رابعة اللي أنا كنت أعرف مع زمايلها في المدرسة وكده، لأ كتب 5 أرخص شوية. رابعة طبعا عشان المنهج الجديد، وكان في تغييرات كتير، وكان المنهج فعلا مليان. يعني كان الله يكون في عونهم، يعني الحمد لله ان هم ولادنا عدوا على خير. اه فطبعا الظروف، يعني الدنيا غلا خالص. انا عن نفسي يعني ككتب خارجية ساعات ما بقدرش اجيبها، لانها بتحتاج كل المواد، لان كتب المدرسة ما فيهاش المحتوى اللي بيكون في الكتب الخارجية. فلازم كل ام مضطرة ان هي تجيب الكتب الخارجية، وخصوصا بقى لو معاكي اكتر من طفلين 3. الله يكون في عوننا كلنا. فانا دخلت المكتبة دي فعلا وسألت صاحبها، قال لي لا تجيبي الكتب القديمة، يعني السنة رابعة دي ان انا اروح بيها، ولو حبيت ان انا اديها له يديني مثلا نص التمن. او هي بتختلف من مكتبة للتانية، يعني مش شرط نص التمن، ممكن 3/4 التمن، ممكن ربع التمن، انتي وشطارتك مع صاحب المكتبة. مش نسبة ثابتة، يا اما بيديك الكتب اللي انتي محتاجاها. مثلا انا ممكن هاخد منه كتب سنة 5، لاني انا بخلي بنتي مش طول الاجازة قاعدة وترفيه ونت والكلام دوت. انتوا عارفين الاطفال دماغهم بتتمسح باستيكة، وانا عموما مش بعتمد على دروس، انا بعتمد على المدرسة وعلى الكتب الخارجية. والله يكون في عوننا يعني. ف... فبخليها تبتدي دراسة مثلا من اخر 7، من اول 8، ان هي تنشط دماغها تاني، ان الدنيا يعني ما تروحش معانا في حتة تانية خالص، وان هي تدخل المدرسة تاني دماغها ميح، لان فعلا المناهج بتبقى مرتبطة ببعض. فقلت هاخد الكتب دي واروح اجيب لها كتب سنة 5، نشوف المحتوى في سنة 5 هتاخد ايه السنة اللي جاية. الكتب يعني انا بصي، مش كل الكتب بتبقى مهلكة، او كل الكتب بتبقى قديمة فيه وفيه. يعني دوت الانجليش فله، يعني والله دي حلة. انا الماده الوحيده اللي انا بمسكها لها وان هي تذاكرها على طول. يعني اللي هي يعني انا دلوقتي انتي بنتك رايحه سنه رابعه او كده، وبعدين انا متعوده بنتي ان هي تحل بالرصاص. يعني بنتك لو رايحه سنه رابعه ووقع في ايديها كتاب زي دوت، لا انتي لازم تاخده لها. ما تاخدهولهاش ليه؟ طب وليه تروحي تشتري كتاب ب100 جنيه وهو قدامك اهوت؟ ولو حتى حلين بالجاف، المكتبات عموما ما خلتش حاجه. انت لو رحتي اي مكتبه عندك في المكان اللي انت ساكنه فيه، قولي لهم مثلا عاوزه جزء في كتاب المعاصر او كتاب الدراسات سلاح التلميذ، او ايا كان اللي هو الجزء اللي فيه الاختبارات او الامتحانات. يعني مثلا لا، هي يعني الحمد لله الانجليزي بتاع الترم ده بص هو يعني فل. هنجيب مثلا الرياضه، يعني هنقول الرياضه ما قصرناش فيها السنه دي. يعني هنجيب مثلا الرياضة، خلاص هي على كل ده انت ممكن تاخدي المحتوى والشرح وعادي، وتوصلي المعلومة لابنك او لبنتك، والنماذج انك انت في المكتبة مش هتاخدي 10 جنيه. يعني مش هيكلفك التصوير 10 جنيه. يعني مثلا هنجيب الاختبارات اهو، ده الاختبار الاول مثلا. هو في جزء تاني للرياضة تقريبا، ده ايوه هو ده الكتاب ده كله في المكتبة عموما ما يجيلكيش ب20 جنيه، لان انا في المكتبة عندي بتصور الورقة ب70 جنيه.
وهم كده كده دي بتبقى مراجعات، هي بتنزل اساسا في المكتبه. يعني انا اساسا كمان بجيبها لبنتي كل ترم وكده، بنزل اجيب المراجعات بتاعت المواد كلها غير الكتب، ان هي تستفاد منها اكتر وتبقى دي على التطبيقات اكتر. يعني المادة كلها يعني ما بتكلفنيش 18 جنيه. يعني انت حتى لو كل ترم صرفتي على المراجعات دي 150 جنيه او 100 جنيه اوفر كتير لما تجيبي لها كتب معدية ل 500 جنيه. وهو نفس المحتوى، هو المنهج الجديد كان في رابعة، ما فيش حاجة بتتغير، ممكن درس يتنقل مكان درس بس. ده بالنسبة اللي فعلا بيعانوا من شراء الكتب الخارجية. في ناس يعني ربنا كريمهم وفارجها عليهم ويوسع رزقهم كمان وكمان يا رب، بيشتروا الكتب الخارجية مش محتاجين. انا عاملة الفيديو دوت لفعلا الناس اللي بتعاني من الكتب الخارجية ومعاها اكتر من طفل بتكون فعلا محتاجاها. والله العظيم انا اعرف ناس اقسم بالله يعني بيروحوا المدارس يقولوا لهم الغوا لي مصاريف الكتب، بيشتروا الكتب بتاعه الحكومه بتاعه الوزاره اللي هي بتاعه المدرسه، والله العظيم بيشتروها من بره، لان فعلا المدارس بتنزلها غاليه جدا. بيشتروها من الاماكن ديت، المكتبات دي كمان، وفي اماكن تانية بياخدوها يشتروها تقريبا ب 75 جنيه. اللي انا عرفته السنه اللي فاتت ان في فعلا اولياء امور انا اعرفهم شالوا نسبة الكتب المدرسة من المصاريف واشتروها من بره، لانها فعلا بيبقوا مغلينها. بس في مدارس بتوافق على حاجة زي كده وفي مدارس بترفض، بس اغلبيتهم بيوافقوا. فديت المكتبات زي دي تقريبا زي عند سور الأزبكية كده، بس دي بقى بقت مكتبات منتشرة في كل مكان. بيتعاملوا مع الحاجات دي، بيشتروا الكتب القديمة وبراحتك، عاوزة تاخدي فلوس خدي، عاوزة تاخدي الكتب السنة الجديدة. انا بنتي رايحة 5 انا هجيب لها كتب سنة 5 ان شاء الله، تاخديها وبتدفعي حاجات رمزية انتي وشطارتك مع صاحب المكتبة. حبيت افيدكم بالفيديو دوت، وانا كده كده هنزل. عاوزيني اصور لكم المكاتب ديت وشكلها عامل ازاي قولولي، لاني انا ما يعني مش، انا خجوله شويه، فان انا انزل امسك تليفون وافضل اصور في الشارع كده لا. يعني ما عندي، يعني هصور لكم والله، انتوا لو طلبتوا هصور لكم، بس لسه ما عنديش القدره دي، يعني ان انا انزل واصور وكده لا، خجوله لسه. واحده واحده وبعديها هنزل. لو طالبين ان انا انزل اصور لكم المكتبه لا عادي، هنزل واستاذن صاحب المكتبه واصور لكم المكتبه والكتب اللي فيها. قلت افيدكم لان انا فعلا هعمل كده عشان بنتي برضو تاخد خلفيه عن السنه الدراسيه اللي هي هتدخل فيها. ولما اجيب الكتب بتاعت سنه 5 هوريها لكم برضو واعمل لكم عليها فيديو. ما تنسوش والنبي الاشتراك ولايك، ولو حابين ان انا اصور لكم المكتبه قولوا لي برضو في التعليقات، ويا رب اكون ان انا فدتكم. باي باي.